من أصعب الحوايج اللي ولينا نعيشوها في هذا العصر هي أننا تحرمنا من حقنا في الراحة الحقيقية. الروتين تياكلنا، تصفيق، تمشي للخدمة، ترجع، تشد التليفون، تتفرج في التلفازة، تنعس وتعاود نفس الدوامة. بزاف من الناس يصحاب ليهم راهم تيرتاحو ملي تيشدو التليفون ولا تيجلسو قدام التلفازة من مور الخدمة، ولكن هادشي تيتسمى الراحة السلبية. هاد النوع ديال الراحة بحال شي بلج مؤقت تينسيك في العيا اللحظة، ولكن متيشحنش ليك لا الجسد ولا الروح، بالعكس تيزيد يهرس ليك صحتك حيت تبقى جالس، تزيد تعوج في سلسل ظهرك اللي أصلا واكل الضرب بالكلاس. هادشي مصوتينو لينا مزيان حيت فيه البيزنس والربح ليهم، الانترنت، التلفازة، ماكلات الزنطة. الحل باش نردو فينا الروح هو الراحات النشيطة، هي حوايج بسيطة مفيهاش البيزنس وما مصوتنش ليها، ولكن تطرد فيك الروح مبنية على جوج ركائز أساسية: الحركة الجسدية والمعنى. إليكم أمثلة عملية باش نطبقوها في حياتنا اليومية: دويرة في الهواء الطلق، تخرج تضرب شي دويرة على رجليك 4 ساعات كافية، تمشي بلا غرض، ماشي حيت تبعت تقضية ولا خاص تقضي شي غرض اللي مطلوبة، تمشي غير باش تمشى، دير تيت في ودنيك وتصنت لشي بودكاست زوين، درس ولا قرآن يريح ليك الخاطر، كويز ديال الذاتي والتواصل حقيقي. عوض ما تجلسو في الدار وكل واحد غاطس في تليفونو، جلس مع مراتك ولا راجلك ولا عائلتك، عمرو شي ذاتي منعناع وناقشو شي موضوع بحماس، تفاعلوا وعيشوا ديك اللحظة بمعنى حقيقي وتجربة شعورية دافية. اللعب والنشاط مع الوليدات، نوض لعب مع وليداتك شي لعيبة فيها الجرة والضحك، ديت الحركة والنشاط تيطيرو الضغط وتيبنيو ذكريات ما تتمحاش من بال الدراري. راحة الروح في السجادة والقرآن، توضا وتجلس تقرا القرآن بالخاطر وبصوت مسموع، عطل كل حرف حطو ودير كلمة الله بلا ما تهزهم. شحال من حزب خاص تسالي، ولا نوض في التالي الليل، صلي 2 ركعات طوال، اطلب الله سبحانه وتعالى يرد ليك ديك البركة في صحتك ووقتك اللي سطاتها لينا التكنولوجيا. الراحات السلبية تتهلك والراحات النشيطة تطرد الروح وتتبدل الحياة. جربوا هادشي في حياتكم، وإلا حسيتو بالفرق ونفعتكم متنساونيش في شي دعيوة ديال الخير.